السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في رابع سلسلة من التربية الأسرية الإيجابية. الحقيقة النهاردة أنا بتكلم على حاجتين بيأثروا في شخصية الطفل. أول حاجة هتكلم على الشيء السلبي اللي هي الأشياء اللي بتدمر شخصية الطفل. اتكلمت قبل كده وقلت إن الضرب أحد الأسباب المدمرة جدا لشخصية الطفل، وزي ما قلت إن أنا مش عشان أنا اتربيت على ده أو إن أنا مثلا كنت بتعرض لمواقف فيها ضرب أو إساءة أو عنف أو إن أنا لازم ابني هو كمان يتعرض لده. لا، أنا النهاردة أتجنب موضوع الضرب وأشوف بدائل وحلول تانية لعملية التربية. كمان بقول اللوم والانتقاد. أنا دايما ابني لما بيعمل خطأ على طول أقعد أنتقده وعلى طول ألوم فيه، شوف أنت عملت كذا وأنت سويت كذا وعشان أنت عملت كذا فحصل كذا. الحقيقة ان دي من الحاجات فعلا اللي بتدمر في شخصية الطفل. السب والشتم، وانا هنا يعني عايزة اقول ان مع يعني ابسط حاجة ان انا ممكن ابني انت يالا، انت يا بنت، انت يا مش عارف ايه. الحقيقة ان دي ممكن تكون حاجات بسيطة، احنا مصطلحات بسيطة بنستعملها في حياتنا اليومية، ولكن هي بتؤدي بالسلب على ابنائنا. وهنا بقى اللي يعني عايزة اقول ان ممكن يحصل تنمر حتى ما بين الاخوات بسبب الالفاظ البذيئة اللي احنا ممكن نقولها. يعني انا على طول مثلا اقول لابني يا حيوان، فتيجي اخته هي كمان تقول له يا حيوان، ما خلاص ما هي شافت ماما بتقول له كده وشافت بابا بيقول له كده، فهنا بيحصل عملية التنمر، ودي المشكلات اللي احنا المفروض نتجنبها بعد كده في عملية التربية. كمان عدم الاستماع للطفل، ان انا دايما ابقى مشغولة عنه، كل ما ابني يجي يقول لي ماما انا عايز كذا، مش وقته، مش مكانه، مش زمانه. لا يا حبيبتي، انت لازم توفري وقت ان انت تكوني سامعة فيه ابنك كويس جدا. السخرية منه، ان انا دايما بقلل من الحاجه اللي بيعملها ابني. يعني انا النهارده ابني بيجي مثلا بيعمل عمل بسيط او رسمه بسيطه، فاجي امسك الورقه اقول له ايه القرف ده، ايه الهبل اللي انت عامله ده، يا عم روح، انا مش فاضيه للكلام ده. الحقيقه ان دي برضو من الحاجات اللي بتثبط الشخصيه وبتثبط الهمه عند الطفل. عايزه اقول كمان عدم الوثوق في الطفل، ان انا دايما ابقى حاطاه في موضع ان انا شاكه فيه، انت كذاب، انت بتكذب، لا انت ما بتقولش الحقيقه، انت النهارده مش عارف ايه. فالحقيقه ان الحاجات دي ايضا اذا كان طفلي فعلا ما بيكذبش فهو هيتعود بعد كده ان هو يكذب. ولازم كمان انا كأم افهم ان في مرحله من مراحل نمو الطفل هي اسمها اللعب الايهامي او اللعب الادوار. الطفل هنا بيتقمص شخصيه غير شخصيته، ويبتدي ان هو يحط من وحي خياله افكار لشخصيات ويعمل حدوته وسيناريو كده، يجي يحكيها لمامته فتقول له ايه ده، ايه يا ابني ده انت كذاب انت. هو مش كذاب، هي دي فعلا مرحلة من مراحل النمو عند الطفل. كمان الصراخ الدائم والزعيق الدائم اللي كل أم يعني بتتبعه عشان خاطر ان هي طبعا مضغوطة نفسيا ومضغوطة من ضغوط الحياة ومن ضغوط العمل، فده بتعكسه على أبنائنا. لا، أنا هنا بوجه رسالة لكل أم وكل أب ان انت وانت داخل بيتك على باب البيت بتسيب كل ما يشغل تفكيرك من مهام الشغل، من أي مشكلة خارج نطاق أسرتك وخارج نطاق البيت، سيبها على باب بيتك قبل ما تخش وشوف حياتك داخل البيت هي دي الأهم وهي دي الأبقى. وعشان خاطر كل ده أبنائنا طبعا يعني غاليين علينا، وإحنا لازم نتعلم إن إحنا إزاي نحتضن أبنائنا. شكرا ليكم. كانت معكم حنان الشهاوي، مدرس بقسم الطفولة جامعة طنطا.